إن شاء الله دايما يكون صوتنا حر ودايما عبر هوا صوت الحرية. صباح الخير عن جديد لكل المتابعين اللي انضموا لنا بهاللحظات بسيارة. يسعد صباحكم جميعا بسياراتكم ببيوتكم بأشغالكم. نهار السبت إن شاء الله يكون حلو ويكمل بهالجمال. اليوم الطقس حلو إن شاء الله يا رب. يختم هالويك اند هيك كل العالم مبسوطة تطلع على فريا على كفر زبيان على الثلج هيك تنبسط على الصعور على كل وين ما كان مراكز التزلج بلبنان. يسعد صباحكم. مو شكرا لك عبر الاخراج الاذاعي اليوم اللي حترفقني بهاللقاء اللي بفتكر حيكون طويل لانه ما في ما يكون طويل. بيشرفني بدي اخبركم مجمع دستة اوراق وانا بطني وجعني. يسعد صباح وشرقي موزول يا حبيبتي. فيني احكي كم كلمه عنك قبل؟ لا خلص هلا المر بكفي خلص؟ الدعاية وخجلتني قد ما حلوة كتير حلوة. هلا المر اهلا وسهلا فيكي بصبحيتنا يا ميت. هلا نورتينا سمعنا يا مو. انا فايقة ورايقة. طلوا حبابنا طلوا نسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلوا ضحكة زهرات الوادي بالفيات غنينا وعالميات تلاقينا عالأغصان حلوا ينسانا الطير الشادي ونحن حكايات في باله منا نغمات موالو نحن حكايات في باله منا نغمات موال ولما النسمات تحلاله بين الغابات بينادي لما النسمات تحلاله بين الغابات بينادي أهلا بها تطلي أهلا بها العين الكحلة أهلا بها تطلي أهلا بها العين الكحلة ضحكت ما فيني ما استقبلك بهالاغاني اللي شو هن حلو. محببين لقلبي. ليك أنا عم بمرق بفترة صايرة كتير حساسة. يعني وقت سمعت أهلا بهالطلي قبل أهلا بهالطلي طلوا حبابنا هيك كان جينيريك برنامج على الإذاعة دغري دمع عيوني. بس في أحلى من إنه صوت وديع الصافي لحن زكي نصيف صوت الصبوحة وصوتك خلص كمل. هول الاسامي نقوم الكبار الفل. هلا هول الاسامي الكبار خلدوا ما في منهم ما بيجي مثلهم. ولا حيجي. لا ما بيجي لا بالتزامهم لا باحترامهم. بعدين هالسوشيال ميديا نزعت الناس صار مين ما كان بيشتم مين ما كان. صح اشتقت لك الاذاعه. ايه وانا اشتقت لها. خليه يجيني عرض مش يقولوا لي جيب سبونسر وتعقد من برنامج. حتى لو ببلش يقولوا لي تعقد من برنامج بلا ما اقعد فتش على سبونسر. انا بحياتي ما اشتغلت دعايات بس يعني. اسمك سبونسر لحاله. هلا يعني اليوم اذا انت بتمسكي تليفونك بتدق لا يعني من اكبر المحلات بلبنان واكبر المؤسسات التجاريه بيعطوا هذا المر. انا هيدا لا خلص انا بعمل معك فقره برنامج انا وياك هيك نكد عيشة العالم احلى. بتتذكري كان في عندك بروجرام على صوت الموسيقى بتذكر هيك بدون شك. ابري بدون شك. بدون شك. اوف بس كنت تشكي اوبر. ايه شو بدنا نعمل. بعد فينا نوم نشك اوبر. ايه وقت بتشك باحترام تتحسن مش تتجرح بضل مسموح لك انت كناقد فني او كناقد صحافي انك تحكي وتعطي رايك بكل حريه على صوت الحريه. طبعا. خليني اقول اول شيء شكرا لرمزي فلاورز اللي جايين للاستديوهات اليوم كثير حلو هالبوكيه. ميرسي بوكو. رمزي بيقول لك مبروك كمان. ميرسي ميرسي رمزي. بقول لك اهلا وسهلا بسفيرة الاعلام الهادف ورئيس تحرير موقع الفن وعضو نادي اللايونز سبيريت الاعلاميه هذا المر. خليني ابلش من هون. شكرا رمزي فلاورز لجناح قرب السمرلاند. اليوم نادي اللايونز تكرمت فيه اخر الاسبوع. بعد ما حكينا بالاعلام بعد ما انحكى كتير عن هيدا الموضوع. باركولك الزملاء اللي كنت بالسوشيال معهم. ميديا حكيوا كتير الاذاعات والتلفزيون. بس خلينا نحكي ال بي سي تنين على ال بي سي. ال بي سي تحيه كبيره لل بي سي اللي بعدها محبه لهذا المر. هيدا المهم. نادي اللايونز معروف عنه كاريرته بتحكي عنه. شو اللي صار بيناتكم؟ كيف صارت الاتفاق؟ وتحيه لتوني جدعون. انه توني جدعون هو حكيمه بفحص عيوني. مزبوط. هلا انا شيبته اللي رح لعنده لانه كنت وقت كريزة عيوني شايفه 14 حكيم مش قادر اشوف ال 15. لان كنت كل ما اشوف حكيم اتامل اني رح شوف. نعم. وما اشوف. صحيح. بس توني كان عم بجرب يخليني يلاقي لي الوسيله لشوف فيها ولقي لي هيدي اللوب يلي بتكبر 347.10 درجة. نعم. ف وقت نزلت هيدي اللوب الجديدة هيدي زيادة درجتين. هيديك كان
يعني مركزها بال10 هي ب12 لأنه إشي مبخ كل سنة بيعملوا شي جديد. ثاقبت إنه عم بيقرأ لي السي في وقال لي أنا حابب إنه نحن نكرمك، وأنا انبسطت لأنه يمكن المرة الوحيدة يلي بتكرم، ما تكرمت إلا أنا وشخص مرته بس. يعني كان التكريم كأنه لإلي الاحتفال، بس زعلت لأنه الشخص يلي طلبت منه إنه يساعدني وقال لي إيه بكل حماس ما ساعدني، عزم 3 أشخاص بس وقعدت أنا أعزم آخر تكة يلي لحقت إني أعزمهم. واسم الله كان في خير كبير من الإعلاميين الموجودين. دكتور جمال الحمد فياض، لله. وتحية كبيرة لهم ولكل التلفزيونات والإذاعات اللي كانوا، اللي صوروا واللي ما صوروا، مهم إجوا. اجوا كتر خيرهم، اهلا وسهلا، اللي بحبوني دعموني كمان في لفتني حضور زين العمر، نوضة القسطى، تقلى شمعون، تقلى شمعون، باقة كبيرة بس انه من الفنانين توني كانوا فرج موجودين. الله جوزة، عصام الأشقر. تحية كبيرة لهم، كل شخص كان موجود بيحب هذا المر. ايه وكل الإعلاميين. يعني أنا بتمنى إنه كل الإعلامي يشتغل كتير بحياته بيستحق إنه يتكرم لأنه بتعرف أنا كنت خمن إنه التكريم ما له طعمة، بس لا، هو دعم معنوي بيرجع بيشقلك وبحمسك وبقلك كمل، كأنه عم بقلك كمل بحياتك. مسيرة 40 سنة، تكريمات عديدة تكرمتيها كمان. بدي خص من برستيج كمان تكرمتي، ومن مارسيل نديم. ميرسي مدام مارسيل، إن شاء الله تكون شايفتني إني صرت محبة. في عتب؟ لا، نحن كنا حاطين الدوكيومنتير عاملينه قبل ما لحقنا نعمل واحد جديد، ما كنا ذاكرين تكريم مارسيل فزعلت. هلا رجعنا زبطناه، هلا رجعنا يعني صار عنا شوية وقت. يمكن العتب على قد المحبة. أي. فتحية كتير كبيرة لك مدام مارسيل نديم، وإن شاء الله بالسيجمنت اللي جيت بحضروها. هلا يعني إذا بدي فلفش، كنت عم بسمع الانترفيوز، يعني كانت هالأسبوعين 3 أنت وجه الإعلامي اللي كان على السوشيال ميديا بشكل كتير كبير وملفت، وانبسطت أنا إنه هلا عم تحكي. هلا اللي عودتني شفت ال 40 سنة ساكتة. ايه، ال 40 سنة عم تحكي برواء بسلام، بس اليوم شفت هلا اللي عم تحكي من قلبها. يعني اللي يعني إذا يعني عم بحكي الحقيقة، لأنه صاروا الناس وقحين على السوشيال ميديا بدهم جواب. خلينا نجاوبهم. هنحكي بكتير أمور كنت قاسية فيهم بعد شوي. يلا. بس خليني بلش بالجوي أوورد اللي كانت هالأسبوع، محطة أنظار كل المتابعين وضجة الدنيا. يلا فينا نقول مبروك لفضل شاكر. أي طيب، اليوم ما بتزعل هذا المر إنه ما في فنان لبنان تكرم؟ بلا كتير بزعل مش شوي. هيدي ما حكيتيها، خلينا نحكي اليوم أنا وياك. بعد عن جد كتير بزعل، لأنه في نسبة من السورية كتار، نسبة من المصاروة كتار، أكيد الأتراك كتار، شاروخان، يعني كل الجنسيات. ما في ولا واحد لبناني. أنت فضل بتعتبره مش لبناني؟ منه لبناني أكيد، فلسطيني طبعا. مزبوط، فأكيد بزعل لأنه السنة الماضية يعني صحيح ما تكرم إلا زهير مراد، بس إنه الغنية اللي غناها وائل كفوري مع مايكل النجم العالمي صحيح، كانت كتير حلوة، وحضوره لوائل كان لافت. فأكيد بزعل. ما بعرف إذا نحن مش عم نشتغل كفاية أو ما حدا منا بيستاهل يعني، بس بفتكر في كتير ناس بيستاهلوا إنه كان في حضور كبير من لبنان. طب معقولة عازم هالوجوه الكبيرة من لبنان ونسي إنه يكرم حدا؟ يا خيي بس كسر لي عيني. ما بعرف شو صاير يعني، أنا ما بقدر جاوبك. هي اللي بدي جاوبك عليها اللجنة. طب قريت التويت اللي نزله تركي الشيخ؟ قال إنه حيكون في ليلة أرز. انبسطت فيها، بس إن شاء الله ينقوا أصوات بلا واسطة، أصوات عن جد لبنانية. مثلا وائل كفوري، ناس بتغني لبنان، تغني مواويل حلوة، ناس بنفتخر فيهم، فيديتات مثل إليسا، نانسي عجرم. يعني عن جد إن شاء الله ينقوا ناس أصواتها حلوة إن شاء الله. أثناء مغادرة نادين نسيب نجام الحفل كان في ردة فعل، بتعتبريها ردة فعل؟ كل سنة وقت حدا بيظهر من الصالة قبل آخر الحفل بيبلشوا بيستلموه بنكتوا عليه. هلأ بدي أقول لك شغلة، إنه هو انخزق فستانة. ما عرفنا إذا كانت عم بتنكت إنه انخزق فستانة أو عن جد انخزق. بس الصالة جوا بتكون -10 درجات قد ما الاي سي قوي. صحيح. فممكن الانسان يكون كتير برد. هن بالسعوديه كتير باول اي سي، نحن مش كتير معودين عليها. مزبوط.
فممكن تكون هي تضايقت. انا بعد ما حكيتها لاعرف شو السبب. انت على صلة ممكن بينك يكون وبين- خزق فستانه بدها تظهر قبل ما العجقه يشوفوه مخزوق، يعني هي هالقد صريحه. يعني بس هي ردت امبارح على السوشيال ميديا قالت انه كنت انا عم نكت انا وصديق سأل لي هيدا الشيء، يعني اخذتها بروح رياضيه. ما بعرف اذا هالقد حقيقيه. نادين بتعتبريها صادقه بكلامها؟ هي عفويه، هي كتير عفويه، ما في شويه وهذا اللي show off؟ بوقعها بالانترفيوهات. كتير عفويه. ما بتحسيها عندها شويه شو اوف هلا؟ ما بعرف إذا عندها غرور يا ما لا، ما عشرتها عن قريب. بس بعرف ببعض المقابلات اللي سمعت لها إياهم أنا عن جد عفوية. مرة وقت طلعت مع فراس حليمة وغلطت بكلمة خرافية، بدها تقول خرافية، غلطت وراحوا عملوها ترند ونزلوا لها إياها، مع أنه ويتشيز مش حلو هيك، يعني لازم وقت فنان يغلط نحن نستر عليه. حسيت أنها عفوية، يعني اللي بيطلع براسها بتقوله. فكل تحيات كمان لمروان حبيب قلبي اللي وصل على استديوهاتنا. يقبرني موديله. كان عم بيصور جوي أوورد ويلي صوروا مروان وكان علي عم يعمل انترفيو، أخدوهم كل الويب سايتات السعودية والعرب وهيك وحطوهم العدسة غير شكل. هي. يعني أنا تفاجأت حتى نانسي عجرم بحضورها، فلت ما خبروني إنه زعلانة. يعني أنا بدي أقول لك شغلة، يعني حق من الله تحط بيسان إسماعيل ضد نانسي عجرم ضد أنغام وأصالة كل واحد من جيل. عن جد كل واحد من يعني جيل. في غلط بالتسويات. اي وكل واحد بلون معين. انا بزمانات بالاذاعه وقت كنت اعمل تكريمات. نعم. كنت من اوائل اللي عملوا تكريمات. قد ما كنت احتار انه مثلا ما كان فيك تشبه صباح لحدا جديد مثلا. عرفت كيف؟ ما كان فيك تشبه جورج وسوف لوائل كفوري، كان وائل بعده بأول الطريق. ما كان فيك تشبه راغب علامة لميز البياع مثلا. عرفت؟ كنت كتير احتار كيف بدنا ننصفهم، فكنا نحط بالانتخابات تقريبا كل جيل بجيله. وهذا الصح. ايه مش هيك يطلعوا اوقات كتار تكريماتنا وبتكون عادلة قدر المستطاع، لانه هيدا. فانا بتعجب انه في اوقات بيكونوا الاختيارات منا ظابطة مع بعضها. يعني مش معقول انت تحط أصالة مع أنغام مع بيسان اللي بعدها مبلش جديد مع نانسي اللي صارت بنص الطريق، أصغر من أصالة وأنغام بس. طيب كيف قبلوا هن يكونوا مع بيسان؟ ما بعرف ما بعرف إذا بياخدوا رأيهم. هذه كلمة إنه يعني أشي لفة. وقت أنت عامل الكونكور، أنت عامل المسابقة، مش رح تجي التلفن تقول له للفنان بتقبل اني احطك هون او اني احطك هون. لا، انت بتقرر. نعم. ما انت حر انك تعمل شو ما بدك بالمسابقه. طيب منيح انه اللي قبلوا كانوا قاعدين حب بعض. أصالة كتير قالوا انه اخذت جايزة طردية، مزبوط؟ هي جايزة شو اخذت؟ اخذت جايزة طردية، ما عرفت شو هي الجايزة، بس عرفت طردية اسمها انه كانت حتغادر الحفل، بس قبل ما غادر. مع انه السنة الماضية عملوا كتير من قيمتها لأصالة. كيف طلعت قبل أنغام؟ حسيتها انه ما عجبها. السنة في دعم كبير لأنغام، يعني كل سنة نحس انه في دعم، لانه جابوها ليلة راس السنة وغنت لمصر وطلعوا كل المصريين على المسرح زقفوا لها، ما غنوا معها، زقفوا لها وقالوا الحمد لله على السلامة. وغنت غنيتها جديدة ليلة راس السنة اطلقتها بهيك الحفل. فبتحس انه عم بيدعموها، بركي لانها مريضة او عندها مشاكل بكلوية او شيء. الحمد لله على سلامتها. خلينا هيك نسكر ملف جوي أوورد على امل مثل ما وعدنا تركي الشيخ انه يكون في ليلة الأرز ويكون فيها كل الفنانين اللبنانيين اللي بيستاهلوا، مش الاشخاص اللي عم ينجزوا. مش هيدا بقول له طلع هيدا وهيدا، ماشي الحال. طيب اعلنتوا عن الميراكس بشهر 6 مزبوط؟ الميراكس اعلن انه بشهر 6 حيكون. بعدك بالميراكس؟ بعدني لحد هلا ما بعرف، بعد ما بلشوا اجتماعاتهم السنه، بس اجمالا كيف هالسنه؟ بعد ما عملنا ولا اجتماع السنه. في عادة ببلشوا بجانفيي، بس حرام زاهي حلو زحط بالبيت وكسر منخوره سلامته. كتبنا عن هالشي، بس تلفنت له انقضت بالعملية، بس مرضرت كله سوا. يعني صار له جماعة عم بيعاني، ان شاء الله بصح قوام ونبلش نشتغل. سلامة قلبه كمان. ان شاء الله بيقوم بالسلامة، وان شاء الله الميراكس هالسنة نشوفه جديد ومغير عن السنة اللي ماضية. ليك انا بدي اقول شغلة بكل صراحة، انه رالف معتوق عطى اضافة للميراكس بالحفلات عم بتصورها الLBC. يعني مثلا رالف كان برأيه حسب يتكرم محمد شاكر. نعم. كرمه قبل ما جوي أورد كرمته. عرفت؟ يعني بيسبق عنده نظرة يعني افانجارديست الصبي.
نعم. عنده نظرة لشو اللي بيعطي، شو اللي بيعمل امباكت، شو اللي بينجح بيتابع الحفل. شغله. رالف تحية كثير كبيرة له، وهو صديق عزيز. يعني هو بعالم التلفزيون شطور. أيوة. خاصة اليوم بعالم الحفلات والمناسبات اللي عم تكون بكازينو لبنان، عم يكون فيها على أتم الثقافة. تحية كبيرة له لرالف، وهو صديق مشترك كمان. في كتير أسامي ما بقى تقبل هالتكريمات، صح؟ صح. ليش؟ ما بعرف، بركي ديك الفيديتات فيديت هلا انا ما بحب التصنيف، هودي مظبوط. بلس بي سي دي إي اف. أو بوزيتيف. بس الفيديت دايما من وقت انا بعد برامج، انا عديت بالام بي سي دندنه واخر من يعلم وفانتازيا بالام بي سي، وعديت بكتير مطارح من ايامها لليوم. الفيديت بدها تطلع وحده تتكرم وما يكون في فيديت تاني غيرها. يعني مثلا افترض حسب مثلا اذا في نانسي عجرم او نجوى كرم او حيلا حدا بدهم يطلعوا وحدهم بلا ما يكون في حدا تاني فيديت بنت مثلهم من ذات المستوى، او مثلا شبابيه، يعني تكون هي فيديت اللي بتغني الوحيده. ما بيصير هيك انه حفل طويل عريض ما بدك تدعي حدا من مصر. مبين محمد رمضان طلع هو واحمد سعد بذات الحفله، واثنيناتهم منافسين لبعضهم اذا طبعاً. بدك بمصر. لا نحن هون عنا بلبنان هودي الفيديتات كتير بدك تلبس كفوف، وكتير بدك تغنجهم، وكتير بدك تترجيهم، وما بيقبلوا شو هي الجايزة. بدهم يعرفوا قبل بوقت برا بالأوسكار أو بكان بيجي الفنان مش عارف إذا رح ياخد هو مزبوط. جايزة، ومش عارف إذا رح يقدم. مزبوط. وبيطلع مثل الشاطر بيقدم لزميله الفنان التاني جايزة وبكون مبسوط. هون لا، ما عنا هالنفسية. صار في نفسيات نرجسية. بشوفوا حالهم شوي، ما بعرف إذا معهم حق، يمكن بيكونوا هن خيب أملهم بغير حفلات شاركوا فيها أو شيء. انتبه يعني واحد ما بياخد قرار فجأة إلا ما يكون مرق بشيء. هلا طب اليوم أثر فيه. الرأي العام، المجتمع اللبناني، الجمهور اللبناني، الجمهور العربي، طب لما يروح هو يدفع تيكتات بمبالغ كبيرة ليحضر فنانين، وهالفنان عم يغني له بس يتصور هو وياه بيهرب، طب اليوم ما عم تعمل الفنان، ما عم يعمل لك قيمة، ليش شفت بدك عم تروح؟ الصبوحة شو مهضومة هيدي لا تقارن. كانت تتصور مع الكل، حتى أحلام. أنا بتذكر حضرت لها حفلة بمصر، خلصت الحفلة يمكن الساعة 1، ضلت للساعة 3:30 تتصور مع فنزاتها. هاي فنان. وائل كفوري، ما تفتكر انه وائل باخر فتره مقيم بس عم يتصور مع كل فنزاته. انا حضرت له حفله بقربه اللي عنده على المسرح، بقرب بنخ بيتصور معهم. راغب علامي بيتصور مع الكل وبيبوسهم راغب كمان، ونحن منغار. معقول يبعت وراهم هو يبوسوه؟ لا ما بفتكر راغب بيعمل هيك، يمكن حدا غيره بده جمهور كبير. ايه بس راغب عنده جمهور. إيه بس ما كانت مسرحيه اللي صارت بمصر. هلا شيلي محبتك على راغب علامه اللي هي الصادقه المنبعه من قلبك. انا شفت الصوره. اوكي. انا بعرف يعني. هلا انا بتذكر وقت كنت استقبله لراغب مقابله، يجوا فنزاته على الاذاعه يصيروا يبكوا ومسحوا دموعهم ببلوزته وراح يخزقوا حالهم كرماله. بما اني شفت هالمنظر مش ممكن صدق انه في وحده مدسوسه. بعدين هي قربت عم بتبوسه، اجت هون على خده على طرف شفته، ما كان قصده تبوسه على تمه. وهو بيعرف شو القوانين بمصر وقديش هن بمصر ملتزمين ومهذبين وبينتبهوا للامور يعني ما فيها اخلاق. بس بالعكس مش السوشيال ممكن ميديا يعمل. بوقتها ولعت لازم تولع على راغب عليه، مش احسن ما تولع على ناس ما بتستاهل. التقيل تقيل والقمر معدي، راغب تقيل جميل وانا قد التحدي. متابعين انا وياكم لايف من كل لبنان عبر هوا صوت الحريه ضمن صبحيتنا، وضيفتي الاعلاميه هلا المر اللي عم نسمع هلا تقيل لراغب علامه. خلينا نطوي الصفحه. الميكروب بحب بربر انا. راغب ملك المسرح. وقت بيعمل حفله ما بيضل حدا قاعد على الكرسي. فظيع بيعرف شو بده الجمهور، بيبسطون تظهر مبسوط من الحفله. بينما في ناس تظهر كئيب. هلا المغروم بيروح عند الكئيبين اللي بيبكوا وبينعوا. هي اللي عم يتابعونا عبر الفيسبوك لايف. ام مجد صباح الخير، الصديق علي عربيه صباح الخير. وين الكاميرا الفيسبوك؟ دغري انت مثل ما انت. هاي بوسه من هلا الامور الغاليه على قلوبنا كلنا، وان شاء الله يا رب تضلها هيك بصحتها. موقع الفن وين اليوم؟ قهوه كيسكم. موقع الفن وين اليوم بالترتيب؟ دايما اول. اوف
ليك طب في إذا ما سؤال- كان بالكمية أول مم. رح يضلوا أول بالنوعية. مم. لو شو ما عملوا باقي الويب سايتات رح بعدكم يضل أول قادرين بالنوعية. تنافسوا بظل في عدد كبير من الويب سايتات؟ أنا بدي خبرك خبرية. تفضل. تقلك أنا بنافس مصر؟ مم. أكيد لا. مم. مصر 160 مليون نسمة وهن شوي عنصرية بحبوا يقروا وسائلهم الإعلامية. بس أنا بلبنان وضواحي لبنان أولي، لأنه عم بقلك إذا ما في عندي الكمية عندي النوعية. يعني ما بقى نقبل ونظفنا الويب سايت من كل شيء عنده حتى إيحاءات جنسية، مش جنسي، إيحاءات جنسية، وكل شيء فيه يعني كل شيء فيه له علاقة بالمخدرات، كل شيء له علاقة بالعنف، بالاغتصابات، بكلها نضف كليا. بعد في شوي بعدنا عم نشتغل. يعني تتخيل انه انا رجعت قريت 4000 ارتيكل لننظفهم وبعد في عنا قد ماشي الحال. لانه انا بدي لك شغله، وقت بيجي حدا بيشتغل معنا نترك له حريته. انا ما بقدر راقب كل شيء، ما بلحق. طبعا. ما بلحق بويب سايت. لو مثلا بمجله بتطلع مره بالجمعه بتلحق. تحية لكل أكيب الفريق العمل بموقع الفن، تحية كبيرة لهم. اكيد وسبيشال اكيد هاي كلهم، خصوصي ماري حبيبي لورد جوزيف وجوزيف وجون وفرح وسمر وعلي ورامي ومجد ومحمد. الكل كل. فردا إن شاء الله ما شفت يكون عنا نسينا كل حدا. الطوايف إيه. نحن. عايش لاحظت مشترك. إيه، في حتى أحلى من هيك. موارنة. هلا كيف لقيت نقلة نوعية لتلفزيون لبنان؟ بعد ما شفت هالنقلة كتير مم. عن جد، بعد ما شفت النقلة يعني ما بين لي شيء يعني- اكسترا اوردينير. يعني عم نشوف بس انه اليوم في حدث انه صديقتك اليسار نداف بحبها كتير وبرافو، عم تعمل شيء بالقليل. شخص بس اذا في مناسب بيدجي، بالمكان المناسب. اذا في بيدجي ما بعرف اذا في او لا، اذا ما في عفيه هلا على ما بتعملوا، بس اذا في بيدجي لازم يعملوا نهضه نوعيه. ان شاء الله. تحية كبيرة لها ونحن مشد ايدنا على ايدها. وانتبه، انا مش اذا قلت بعد ما شفت، يعني ما بقدر الناس اللي لهم زمان عم بيشتغلوا بتلفزيون لبنان وعم بيضحوا، مثل ندى صليبة يلي بعدها ومستمرة، وما بعرف مين بعد، في مين لا يمكن باسكال او باتريسيا، ما بعرف مين بعده، مين بطل. بس انه جد عن جد الموظف يعني كتير بيضحي. الناس ما بتعرف قد ايه بيضحي، بس هو بكون كتير عم هلا بيضحي. اليوم شفنا مغادرة عبد الغني طليس من تلفزيون لبنان. مم. يعني لك هذا الشيء انه انا بحترمه كتير لعبد الغني طليس، كتير بحترمه، كنت اقرا له بالشبكه. نعم. بس مؤخرا ما تقدر تتابع. رح اقول لك ليه. انا مش ما بتابع لانه ما بدي اشوف، انا ما بتابع لانه اخر مدة صرت على الابليكيشن. يعني عم بحضر مسلسلاتي على الابليكيشن، على الواتشيت، على كل هودي نتفليكس، على هودي الابليكيشن شاهد. يعني. وشاهد اكيد يعني. بس انه ما بقى عم بقعد قبال التلفزيون وانطر تيمرق شغله ورا شغله، لا بشوفهم ورا بعضهم مثلا على الابليكيشن. عفوا حضرت هلا مسلسل اسمه 2 قهوة لمرام علي ولأحمد فهمي. ما معقولة شو مهضومة هالمرام علي، يعني هيدي صارت نجمة، مش انه مشروع نجمي. من وقت عملت سلمى نعم. وهلا مرورا ب2 قهوة، ان شاء الله تكون ماشي بخطى ثابتة، تعرف تختار من بعدهم اي مسلسل واي بطل بدها تمثل معه. فكمان سلمى حضرته على الواتشيت. ايه، وسلمى اخذت بالجوي اوورد كمان جايزة. فبرافو. مرام اخذت جايزة. مبروك. برافو. انا عرفت انه باب الحارة حلهم. مم. باب الحارة له 5 سنين بس خلص واقف بقى. وصار له 20 بليز. سنة بس مكسر بليز الارض. خلص. تعبنا نحضره. ايه بس انه هلا لا اخذ جايزة. ذكرتني براغب علامة وقت كان ممنوع يطلع على LBC، ضله 20 سنة مكسر الارض، بعد شي 30 سنة عطوه جايزة بالمراكز. صح. عم نشوف بعض الاعلاميين والاعلاميات فلوا من التيفي واتجهوا للبودكاست. شو الاسباب برايي هلا المر؟ مين يعني؟ رابعة اليوم صارت على اليوتيوب. بكايته. ليك بدي اقول لك شغله. تمام عنده صار على اليوتيوب. هلا انت عم تحكينا عن تمام، لا انا بموت فيه، بعشقه هو عشق كمان. عظيم. تحية للإعلام مش الزميل غرام، تمام محبة ليه. كبيرة لتمام. وأنا كنت أتمنى أطلع معه. بحب الهارد توك، بحب الهارد توك شو، بحبه. نعم. بحبه هيك. تمام، وين ما انوجد بينجح. هلا تأحكيك عامة عن التلفزيونات، التلفزيون البرنامج اللي ما بيجيب له مصاري ما بيكمل فيه. وهو التلفزيون ما بقى عم بجيب مصاري، لأن ما بقى في ناس عم بتحط إعلانات. حيش بقى نكذب على بعضنا، يعني صاروا بعض الناس بيدفعوا حق الهوا ليقدموا شيء على التلفزيون.
يعني انا بعرف كتير ناس بالنيو تي في بيدفعوا حق الهوا ليطلع برنامجهم. يمكن رابعة ما فيها تدفع حق الهوا، على الام تي في كتير ناس بيدفعوا حق الهوا ليطلع برنامجهم. صح. على ال بي سي كمان. فبدهم يطلعوا مصاري، بفضلوا البرنامج حسب يلي بيطلع مصاري على انه يكون برنامج ما بيطلع مصاري، من هيك رح يروحوا. بعدين بدهم يستمروا، هن يستمروا على السوشيال ميديا على البودكاست، ما في شيء عيب. يعني برأيك اليوم ما انا بعمل بودكاست بس انا بعمله على بس انت مقابله، بلشت بالبداية بسموه بودكاست اذا بدهم، لانه على الطاوله انا بصالون بيقعد مرتاح الفنان، رح تجي انت وتقعد مرتاح، نشرب قهوه مثل ما عم نشرب طبعاً. معك هلا كيسك. انت من اول ما بلشت الاشخاص اللي تهجروا البودكاست ببداية العالمية. ايه انا كتير انتقدوني جيب ناس كونتروفيرجن وما بعرف شو. انا لا، بحب اعمل مقابلتي مقابله لايت. اتشبع من الضيف، اسمعوا شو عم بيحكي. اوقات بضطر قطشه لانه على الانترنت برضه بعده بيجيني لليوم ما تقطشيه، بكون هو له 5 دقايق عم بيحكي. يعني شوف الناس يلي بيتابعوني بيحبوا هيدا السيستم. يعني انا في معلش رح اذكر رودolphe هلال قال لي يعني أنا بتابعك وبتابع شخص تاني، بحب المقابلات اللي بتعمليهم بهالطريقة. يعني في ناس بعد بحبوا هيدي الطريقة أكتر من إنه تعا أنت مثلا جي أسود تسألك عن غير أنيماتور. طب ليه ما بسألك عن حالك؟ صح. ليه ما بتجي بتقدم حالك بتقلي أنت شو الأشياء الحلوة اللي عملتها بحياتك؟ ما هن صاروا يوضعوا هيدي الأسئلة كرمال ساعة تعمل إحراج وتعمل ترند وبلبلة بالسوشيال ميديا، في منهم صاروا ويعلقونا يفرضوا مع بعض. صاروا في فنانين بيفرضوا إنه ما تسألني عن حدا تاني. هلا أنا بدي أقول لك شغلة، أنا بنظامنا نحن أنا بسأل عن حدا تاني مثلا حسب جي أسود قدم مع تيم حسن شي، بسألك عن تيم حسن لأنه بصفة الزميلة قدمته شي سوا مثلا، شي مشترك. ايه شي مشترك او إلك علاقة فيه او ابن خالتك او يعني بسألك. بس انه ما بسألك عن حدا سابب بحدا بس تعمل ترند. ما انا ما عندي، ما بحب هالاشياء. بعدني كلاسيكية، راسي كلاسيك. مش عارفة بحب هالغنية. قليلة وليد توفيق، شو هالنجم اللي بنفتخر فيه؟ يقبرني قلبه. يعني بالامور بالزمن الصعب عمل نجم بمصر ورفع لنا راسنا نحن اللبنانية، وكان كل ما يجي وزت غنية بالسوق يكسر الأرض فيها. أنا هالغنية كتير بحبها، بتحسسني كتير بالفرح. كمان وليد توفيق هو براند من الآخر. طيب براند بدك إياه، بس هاي الغنية بالذات هي لمحمد العزبي دخلت، بس بحبها كتير. من وقت كنت أشتغل بالإذاعة ضلنا حطها بالصوت الأصلي، وقت عملها وليد حبيتها. وقت غنيها هو صابر الرباعي بتشوف قديش ذكي بأدائه وليد توفيق، وقديش صابر ذكي بأدائه. يعني كل واحد غنى بمجال صوته بجننه. فتحية كبيرة لوليد توفيق ولأهل الشمال ولأهل طرابلس. واليوم كمان هيك مزاح نذكر طرابلس. طيب إذا طرابلس عبد الكريم الشعار كمان مطرب كتير بنفتخر فيه وأنا بحبه كتير. تحية كبيرة لأنه اليوم كنا هيك احنا وقت فعينا الصبح لنجي على الإذاعة سمعنا بالخبر المأساوي بطرابلس، البناية اللي وقعت واللي هلا بعدهم لهلا عم ينقذوا الاشخاص اللي تحت الركام. ان شاء الله من وراء الضرب والحرب يا ما هي معمرة، هي معمرة تعتير. يا حرام الناس بتتخيل شو بشع جي توعى بنهار من هالايام ما تلاقي عندك بيت. يعني هاي بالجنوب يلي ضربوهم من يومين كمان بالجنوب، وصار يقول له لابنه يا بابا رح نرجع نعمر، حاطط كل دم قلبه كل جنى عمره وراح بيته. مطولا بهيدا الموضوع هلا كنت شوفك قبل الإعلامية المسالمة الراقية المهنية المثقفة، هلا ضلوا كل صفاتك الحلوة بس بطلت مسالمة. ليش؟ حياتي وقت حدا بيغلط معي إذا أنا بدي أكون مسالمة يعني بكون خبيثة. أنا صادقة وصريحة. يعني اليوم بتقولي لكل شخص بيغلط إذا ما رديتي بتكوني عندك خبز؟ إذا ما رديت، وفي منه ما بتحرز إني رد عليهم، وفي منهم بتحرز. في إحدى المقابلات الإذاعية سببت لك مشاكل كبيرة مع كتير عالم، ليش تقصد هيدا الشيء يا رالف؟ أيها مع رالف. مع رالف لا ما سببت لي مشاكل مع كتير عالم. بس خليني بالعكس خليني جاوب على كتير عالم. يعني يلي بيسبك على السوشيال ميديا بدك تسكت له، يعني انت خيخة اذا بتسكت له، خصوصي هلا مع عهد السوشيال ميديا انا سكت لهم. بس مش معناتها انه هن كانوا مهذبين، لا ما كانوا مهذبين. طيب أنا ما حكتير علق على المقابلة، بس اليوم في بيان أصدره رجا نصر الدين إنه نفى اللي صار، وأنا طلعت بيان وقلت له إنه هو كذاب. إيه لأنه مش هيدي القصة. بسهرة رائد لطوف هجم رجع علي وضربني
وزتوني على الخشبات وكان في ناس شهود. طيب. اجت اخذتني مع حريري قعدتني بسيارتها وكان في رانيا شهاب شاهده وشادي ديب قايل له بالكومنت ان انا كنت شاهد. انا كنت بقصد هاي، ما بقصد الكازينو لانه ما كنت بعرفها لنبيل عواد وقت قلت له مين هي، ما بعرف مين هي. مش انه هي اقل قيمه، هو عم بجرب يحركش ليعمل فتنه بيني وبينها. مش مزبوط انه صار هالشي بكازينو لبنان. انا ما تعطيت مع رجا، انا تعطيت مع باسكال سالته مين هي. فكل اللي قاله رجا كذب بكذب، وانا رديت ببيان. يعني انت اذا متابع بدك طبعاً. تقرا البيان تبعي، وقلت له شو صار. اجى ضربني بلا سبب. طيب اليوم بس اذا اوكي بس ليه- هلا عم نرجع نعمل له قيمه اذا اوكي حكينا عنه. طيب ليه ما ادعيتي؟ ما زال انه كان في ضرب. لانه كان معي بيدرو غانم، وبيدرو ما بده يدعي وبيخاف وما انا ما كنت خايفه، كنت طالعه بالي ادعي. طب مسامح كريم هلا؟ ايه هلا بس ماشي الحال بعد كل شي عملوا فيي، ماشي الحال. نعمل صلحه؟ لا ماشي الحال. طيب. انا نسيت من شان هيك بسلم عليه وقت أوكي. شوفه. بتمرني فنانين كيف يتعاملوا مع الصحافه؟ ايه بعمل مين من الفنانين؟ لا أو ما الممثلين؟ فيني اقول. ما في بتقولي. في فنانة كتير مشهورة انا مرنتها، وفي فنانين كانوا بلشين جداد انا كنت معهم. هو ما بحب اقول كرمال ما يمننون، لانه بتعرف الاعلام طبعاً. الوسخ مش انت. بصير يقولوا ايه هيدا هلا المر جاوبت مش انتو، وانتو مش هلا المر. مثل ما كتار بيعملوا يعني ميديا كونسلتنت. طيب في فنانين بتبالغي بتمجيدهم هلا؟ يعني لا ما بيستاهلوا التمجيد؟ يلي بعرفهم عن قريب وبعرف انه هن منيح بحكي، واللي ما بعرفهم ما بقدر اني احكي. يعني انت سألت عن دينا ستيفنشين، ما بعرفها. بينما انا راغب بعرفه، ورايح اللي عنده على البيت، بعرف مرته وولاده معيشته. انتبهوا مش مصاحبته، معيشته من شي 30 سنة، وبعرف كيف انطلق وكيف كمل وقد تعذب. بقدر احكي عن نفسيته وشخصيته، بس اللي ما بعرفهم ما بقدر احكي. ما زال هيك خلينا نتسلى انا وياك اليوم بكذا حوار وبكذا محور. بالحوارات مين بيعجبك اكثر، راغدة شلهوب او نسرين زواهرة؟ راغدة شلهوب اوكي. او نسرين زواهرة. اي حوارات التلفزيونية؟ طبعا اكيد تلفزيونية. ما تبعت كتير. يعني انا بس مقصرة عندهم معه. كارير، عندهم تعرف كارير. انا شو عم تابع الاشياء اللي بينزلوا على التيك توك من حواراتهم. يعني أوكي. شقفة صغيرة فما بقدر احكم بس هلا عليهم. انت عندك كارير طويل معهم وبتعرفيهم وسامع ليك وحاضر انا فيهم. هيك قلبي بدوب لراغدة، لانه هي ببدايتها وقت بلشت بالسي في ان كنت انا من الداعمين. وقت اجت على الاوربت كنت انا عم بعد برنامج جار القمر. نعم. ففي علاقة شغل معها، وهي نغشة ومهضومة. يعني بتضحك وبتاخد وبتعطي، ونجحت كتير بمصر. فعندي نقطة ضعف تجاهها. فتحية كبيرة للصديقتين راغدة شلهوب ونسرين زواهرة. صحيح. نروح لأنا وياك على اسم تاني، ليليان نعسة أو رانيا شهاب؟ عم تحرجني. لا أنت ما بتنحرجي وبتقوليها مثل ما هي. مين بتابع؟ مم. طب ما مين منهم هلا عم يعمل حوار؟ بالكارير تبعهم هلا. بالكرير. هلا انا قدمت ديو مع رانيا شهاب، صح. وما بقدر انسى فضل علي. أوكي. احكيك اياها بكل صراحه. فضلها كتير كبير علي رانيا شهاب، لانه وقت كنت انا معتزله الاذاعات هي اللي حمستني اني ارجع. أوكي. وفاء الكيلاني أو وفاء سلطان؟ مش حاضره ولا مره وفاء سلطان، بظلمها اذا قلت شيء يعني. بس وفاء الكيلاني كتير شاطره. توني خليفة أو نيشان؟ لا هي ولا هي. زافين كيومجيان أو شرب الراجي؟ ما شربي اللي ما حضرته كمان بكون عم بظلمه. طيب. بس زافين بحبه كتير. زياد نجام أو مرسال غانم؟ زياد نجام. أوف. MTV ولا الجديد؟ رح علقك مع نص العالم. ابليكيشن. ابليكيشن. LBC ولا عم جرب كون صادقه يعني. عرفت كيف؟ LBC ولا OTV؟ اثنيناتهم كتير بحب. MBN ولا منار؟ ليه هيك الحياة معك؟ بحضر شوي هي شوي هي. اوكي. دبلوماسية اليوم. لا المنار بحبهم كنت. كنت بس مش دايما، لانه اوقات المنار شوبنا بحسسوك بالحرب كل الوقت. ف والام بي ان اوقات عم يعملوا اشياء كتير حلوه، بس حرام مظلومين لانه يمكن ما عندهم انتشار كفايه. تحية كتير كبير لكل الإعلاميين اللي بيشتغلوا بكل وسائل الإعلامية. فنحن على علاقة طيبة مع الكل. صوت الحرية صوت حر لكل العالم. شو رأيك بالعلاقات العاطفية بين بعض الإعلاميين والفنانين؟ حلو. مين هلا مصاحب مين؟ خبرني. ما فيني أقول.
بس كتار اليوم عم نسمع كتير فنانين انه ارتباطاتهم باسامي الممثلين. في ليك فنانين عم حياتهم بيطلقوا. الخاصة، حياتهم الخاصة كل واحد حر فيه، المهم ما يأذي حدا. يعني مش وحدة تجي تقشط واحد من مرته او هي هون بيكونوا عم بيأذوا. بس اذا هن حرين يعملوا شو ما بدهم، حتى بعلاقتهم الجنسية حرين، وانا ما بدخل بهودي الامور، كل واحد يصطفل، المهم ما يكون عم بيأذي حدا. وانا بحياتي ما فوت على اوضه النوم عند حدا يعني. بس بدي اقول لك شغله، ان كان باوروبا بامريكا وين ما كان، نحن قلنا عليهم الفنانين نعرف اذا تجوزوا اذا طلقوا اذا خلوا، يعني الاشياء اللي بتصير علنا. صحيح. ما واحد بيتجوز علنا، يا بيكتب كتابه علنا، يفوت على الكنيسه علنا. صحيح. وبيخلف علنا، يعني مزبوط. وقت وحده تحبل في الحبل بيقولوا ما بيتخبى. صح. فهودي ما عليه اذا فنزاتهم واحبائهم وجمهورهم عارف فيهم، مش عيب. بس انه نفوت على امور الخاصه يصطفلوا، هن حرين. ليش الفنانين الكبار اللي كانوا مرقوا بكل مسيرتهم ما شفناهم كملوا مع ازواجهم؟ معقول الفن اثر هيدا الموضوع او الشهره؟ كل واحد عنده كاسبيسيال. يعني مثل سهير رمزي كانوا عم بيقولوا هديك النهار ببرنامج بمصر انه هي تجوزت عدة اشخاص، يعني كانت العصمة بايدها تزهق منه وتفل، تكون جمعت مصاري وفلت، يمكن هي هيك ستيلها. الصبوحة صار معها ظرف انه الرجال اللي بتتجوزوا يغار منها ومن شهرتها، شهرتها كتير كبيرة. فبتعرف الرجال يعني بفضل هو يكون مسيطر على المرأة، وهو الأهم من المرأة، وهو كل شيء. في منه ما كانوا يتقبلوا، غير انه البعض خانوها. يعني هي كانت تقول انه فادي لبنان خانة، وسيم طبارة خانة، وكل هودي. عمر محيو خانة؟ ما تجوزوا. عمر محيو كان مثل ابنها، كانت تقلي مثل ابني، بس انه كانت تضحك وقت تحكي عن الاشاعات. عم بتصلي بجوزيف غريب ولا لا؟ ايه، عملت له مقابله كتير حلوه، وقال لي انه صباح تركي وصيتها معه بس ما قرا الوصيه. وبحكي كلود عقل، مش معناتها انه بحكي مع هذا المقربين لها. ايه نفسها بالسما للصبوحه. ايه، ليه بيتركوا ما بتعرف، يمكن الاجواء. في ناس ما تركوا، يعني في ناس ضلوا واستمروا. بعض الفنانين بيقعدوا بيحكوا بالمثاليات والمبادئ والقيم، وهن بعاد كل البعض. بتوافقين الرأي؟ صح. اوكي، بس لهون بكتفي بهذا الجواب. شو بدي اقول لك؟ طيب، بتعتبر بحبوا يعطوا ايماج حلوه عنه، وهن كذابين او مش كذابين، او ضعاف يمكن، او ما بيعرفوا يتصرفوا، او ما بتعرف شو. اليوم اذا كان عندك بيرثدي، هيك اجى على الخيار، هيك هذا السؤال على بالي، اذا عندك بيرثدي ودعيتي 5 فنانين وفي 4 منهم ما لبوا، واحد بيغني عن الباقيين. برافو. واحد حامل محبة أحلى من 4 ما بحبوه. وإذا وافقت منتجوز بكرة، قالت لي طول بالك ما تزيدها، خليني فكر عاطيني شو مهضوم وائل بحفلته حاطط كل الأحزاب حد بعضها تبع زحلة. لويت حد العونية، حد الحركة، كلهم. لا، الحزب ما كان، عرفت حطتهم مصفصفهم حد بعضه. خليني اوجه له تحية كبيرة للمارد، مارد الفن اللبناني. انا بجنن الملك وائل كفوري، مني ومن ست هذا المور تحية كبيرة لك وائل. انت حبيب قلبي، يعني انا ما فيني يعني بس اسمع وائل كفوري ما بحكي. ليك انا بزعل. وائل هذا الايكون. وائل هو اللي غنى اللبناني وغنى الموال اللبناني، وصوته حلو واغانيه حلوين. شفتيه باللوك الجديد؟ ايه، مهضوم وائل، كل شيء بيلبق له. صغير وائل، بعض موديل. وهلا عامل شارة مسلسل بالحرام. انا بحس حيشقلها. اكيد مثل ما بتتذكر بالهيبة كانوا ينطروا الشارة بصوت نصف زيتون، هلا اكيد رح ينطروها بصوت وائل كفوري. وائل دايما بكسر الارض. انا هالسنة رح احضر بالحرام لانه وائل كفوري هو عامل الشارة. واو. ومقموقة ماجي بغصن عم تمثل فيه. تحية كبيرة أكيد لماجي ولكل الكرو اللي معها، ولباسم مغنية. باسم أنا بحبه من قلبي، كلهم لذيذين. أنا مبسوطة، وتحية لجمال سنان اللي عم يعمل إنتاج لبناني مشترك هالفنانين اللبنانية على الرف. شكرا له. بتعتبر الصحافي صار مكسر عصا؟ كله بيلبط فيه؟ لا، هو بيلبط كمان. ليك امبارح حضرت فيلم اسمه بيت الروبي. نعم. بيت الروبي، عائلة الروبي بمصر. بخبرك الفيلم، نتيجة الفيلم إذا بدك الكونكلوزيون، إنه السوشيال ميديا بتعليك، بتحطك فوق بالسما وبلحظة بتنزلك على الأرض. صحيح. فهلا شو صاروا الفنانين يعتمدوا على السوشيال ميديا أكتر من الإعلام،
وقت حدا يسبون لأن هن ما فيهم يسبوا ديريكت، ساعتها بيعتمدوا على الإعلاميين يلي هن بيحبوهم وبيدافعوا مزبوط. عنهم. هيك هون صار دور الإعلامي، بطلنا مثل أيام زمان الإعلامي بيعلي وبينزلوا وبيطلعوا وبيشيلوا وبيحطوا، بس بعد الكلمة بتنقرا. يعني أنا كنت أكتب بالويب سايت على فترة، صرت أقول يا عمي ما حدا بيقرا، بس لا، طلع في كتير ناس بتقرا. يعني امبارح حكوني 3 أشخاص من الإمارات بيقروا كل الارتكلات كلمة كلمة من السعودية. يعني انبسطت إنه طبعاً. لا، بعد القراءة لا وقع. قبل ما فوت على بريك موجز الأخبار الساعة 12، هلا استدعيوا شابين امبارح صحفيين، علي برو وحسن علي، على التحقيق. بتعتبر انه السلطة الرابعة لازم تروح على بس على مطبعة محكمة المطبوعات؟ عم يحكوا سياسة. انه اذا حكوا سياسي بيروح على غير عند اجهزة امنية غير. في طريقة بالحكي، في أوقات واحد بيجرح بالحكي وبهين. يعني أنت، أنا وأنت حتى لو جرحنا بفنان أو حكينا شي في أتحوزم، ما رح نروح على المطبوعات، رح نروح رح نروح على سياسي. المطبوعات. بالسياسة نعم. عم بحكي يمكن أكثر من فن، بدنا نروح على التحقيق. يعني هلا أنت إذا سبينا بإسرائيل أو فلسطين أو whatever حيالله شي، رايحين على التحقيق، ما رح نروح. أنت بتعرف وضع البلد هيك، هو طب هلا- وضع البلد هيك. سمعتي لي علي برو وحسن علي؟ لا، ما سمعتيهم؟ بتعرفيهم على الصعيد؟ خبروني امبارح عنهم، يعني خبروني انه كان في تضامن مع هيدا ضد هيدا او انتوا شيء. تتضامني مع الصحافة اللبناني او في اشياء في خطوط حمر ما فيك تقدمي؟ انا بتضامن مع كل صحفي لبناني حر بيحكي ضميره، وبزعل كتير على الصحفيين يلي عم بيموتوا بالضرب الاسرائيلي. في 9 ماتوا من كم يوم، صحيح. واللي ماتوا كمان باول الحرب كانوا واقفين بمطرح ما في حزب الله. لانه مش بس على الصحافة، بزعل على كل مواطن لبناني بيموت. طبعا. بالجنوب مش كلهم حزب الله، اللي عم بيموتوا هن شيعة مش حزب الله، صحيح. وهن مسيحية. صحيح. إذا بدنا نحكي دغري، ما بعرف إذا في سنة بالجنوب، بس إنه بعرف إنه في بعرف شيعة ضياع منهم شبع. حزب الله، ماشي عم بيموتوا هيك. رجعنا انا وياكم بصبحيتنا، واليوم مدينا الوقت لانه ما فينا ما نشبع من الاعلاميه هذا المر، وراح نكون مكملين بهالصبحيه غير شكل. شكرا جزيلا. هلا في حلقات كتير عملتيها بحياتك وبمسيرتك الإعلامية والإذاعية، هيك أجمل حلقة فيها نوستالجيا بتتذكريها مين؟ شو كانت؟ مع وردة الجزائرية. كتير حلوة هالحلقة كانت. هي كتير طيبة هالمرة، منا مغرورة. نعم. مع كل الشهرة وكل النجومية اللي عندها، بعدهم إجريها على الأرض. وتحت الهوا حكينا كتير. مثلا كانت تقلي كنت اسمها ليندا، بغني لها ليندا ليندا. نهار ليندا أنا ليندا اكتشفت لحياتي. إنه ليندا ليندا هي غنية بالأساس مصرية قبل ما لبنانا يونس الابن وصارت لبنانية. مهضومة وردة. تحية أكيد لست وردة جزائرية، وتحية لكل الله يرحمها. أكيد تحية لروحها، وتحية لكل اللي عم يتابعونا عبر السوشيال ميديا. أم مجد صباح الخير، خالد بتراوي يسعد صباحك، ثانك يو لك. رحيل هالي الرحباني وقبله زياد الرحباني كسروا الست فيروز. أكيد. يعني أكيد. اليوم شفناها بحالة يعني أكيد. شو ما كانت. ليك فيروز يعني بنحبها. حيلا كانت فيروز ما غير فيروز، برحلة ولدين بفرد سنة. ودايما الام بتفكر انه انا اكبر، ليه الله ما اخذني قبلهم. دايما هذا تفكير الامهات يعني. وفيروز كتير حنونة. وبزعل انا وقت بيقولوا انه منيح اللي مات هالي انديكابي، يعني بالشوم على اللي بيقولوا هيك. فيروز كانت كتير معلقة بزياد وبهالي. صح. ما كانت تقبل تحط هالي بمؤسسة، كانت هي تخدموه، هي تعتني فيه، تطعميه، هي تشقلوه، هي كذا. وكانت تجيب له ديك تيلعبوا، وحيوانات تيلعبوا معه، تتسليه، تهتم فيه كل الوقت، تعطيه كتير رعاية وكتير حب. ف يعني بدنا نصلي لها الله يبرد قلبها، ما في إلا الصلاة بيبرد لقلبها إن شاء الله يا رب. هيدي ست فيروز. هيدي فيروز. ايه فيروزتنا. كنت خارج لبنان يوما ما، واجا حدا سألك كيف بلدك؟ شو بقول لهم يا حوب العناية الفائقة، سواء انتنسيف وعم ينزف، بس منه كوما، بعده واعي. كيف بلدي؟ حطته أنا بمستشفى اللي عم بيعتنوا فيه الحكام والرؤساء كلهم فاسدين. شو بدي أقول لهم عن بلدي؟ بس أنا فخورة بوطني لبنان. يعني ولا مرة ما افتخرت بلبنان. أنا رفضت كتير عروض تأبقى بلبنان، نشوف آخرتها شو بده يصير،
بس كل ما قال له عم بيروح على المهوار، كل ما قال له عم بيروح على المهوار. يعني ما بعرف لوين رايحين. يعني ولا مرة قدرنا نعرف أو نتفائل شوي أو نرتاح شوي، ولا مرة عرفنا لوين رايحين. إذا نحن بدنا نعيش بأمان، يعني صرنا نطلب بس الأمان. تخيل صح. كيف هيدي بقى أدنى- نحن عايشين بلا أمان أدنى شيء وبلا عم دواء نطلبه. وبسرقة دايمة وضرايب دايمة ما بتأمن لنا شيء. على القليل اللي بيشتكوا من الضرايب بأمريكا مأمنت لهم آخرتهم، مأمنت لهم طبابتهم. نحن مش صح. مأمنت لنا شيء الضرايب تبعنا. ماشي كرامة ما في عنا. عرفت في أوقات ناس مظاليم بيحبسوهم وبيحطوهم بالحبس. مزبوط. شو اللي ياما عم في الحبس بيصير؟ ما بعرف، مظالم. ما في شيء، ما في يعني منفذ واحد بخليني أتأمل بوطن الأبجدية. هلا اليوم نحن وطن مبسوطين التاريخ. بالاستوديو وبكل لبنان مبسوطين، باستثناء الجنوب اللي عم تعرض له من عدوان غادر. كيف توصفي هالمشهد وهالعالم اللي خسرت بيوتها؟ طيب كيف مبسوطين بلبنان وقت الجنوب ليك؟ في عالم يلي بلا مبسوطة. مخ مبسوطين. حلو. عم بقول لك اياها. حلو حلو. بس انا كتير زعلانه على الجنوب. انا شخصيا ما بعرف الناس اللي باقيين يصطفلوا، كتير زعلانه على الجنوب. كل ما بشوف بالاخبار بيت تهدم، ارض انسرقت، شجر الزيتون وعم بيسرقوهم يا زلمه. يعني عن جد بتطلع هيك بقول انه تخيل واحد وعي النهار ما بقى عنده شيء، لا عنده بيته لا عنده شيء، وتشرد على الطرقات. جنى عمره كله حطه. وقلت لك باول مقابله مش بس في حزب الله، اذا بدهم هن يا خيي حزب الله لا معه سلاح بدهم يحاربوا. نعم. بس في ناس شيعة عايشين بالجنوب وممتلكين ارضهم وبحبوا ارضهم وبيوتهم، على حياة ما خصهم. وفي مسيحيه وفي لبنانيه طبعاً. وفي خلاص بقى. يعني في لازم بيجي حدا قوي يوقفهم بقى، يقولوا لنا بدنا نعيش نحن حرين، بدنا بس جيش لبناني. ما حدا عم بيجي، بعدها عم تتهدم البيوت وما يعني حدا عم بيحكي شيء. لك ما حدا عم بيحكي شيء، ما حدا عم يعني بيدافع بتعتبر عنه. اليوم السلاح ما فاد البلد هلا؟ ما فاد بلدنا؟ السلاح من اول الحرب السلاح ما فاد البلد اكيد. ما هن يعني اليوم انت مع تسليم الدول السلاح حزب الله. الكبيره، لا الدول الكبيره نسي سلاح حزب الله هلا. بالعكس حزب الله كانت مقاومه وكانت حميتنا. بس نسي، عم بحكيك من اول الحرب كانوا الدول الكبيره بدهم يجربوا سلاحاتهم بالدول الصغيره، تعلق الحرب ويبعثوا لنا سلاح ونقتل بعضنا هيك. شو فكرك لشو السلاح؟ هلا صار عندهم صواريخ ايطاليه اكثر وكلها. بلا انا بآمن بسلاح المقاومه المسيحيه يلي حررتنا من كتير اشياء، وسلاح المقاومه الاسلاميه. حلو. ان عجبهم وان ما عجبهم الناس. هذا انا هيك رأيك، بفكر. انا بدي احترمه. عم بشدك محمد قيس ببرنامجه. عندي سؤال. اوقات بقشع كمان مقاطع على التيك توك. اوقات بحس الاعداد كتير قوي. جورج شو اسمه اللي بعد يونس؟ جورج يونس. ما بعرف جورج ما بعرف اذا مروان بيساعدني. كيف لقيتي حلقه ألين خلف؟ مثل ما هي يحكيها. ألين كتير منيحة وكتير حظ عاطل، لأنه كتير قلبها طيب. مش رح أقول غبية، منا غبية، هي ذكية. بس صار لها أشياء بشعة بحياتها لدرجة إنه هيك بتحزن القلب. عن جد بتحزن القلب. حكيتي معها؟ لا ما حكيت معها. إلى مدة هي كانت معتزلة، وأنا ما صار لي من مصايبة لمستشفياتي لهيك. بس ألين من أروع الأصوات انوجدت بالشرق الأوسط. وألين كان لازم ترجع تكمل مع حدا قوي. يعني من بعد ما فسخت وجيجي لمارا يلي هو قوي، كان لازم تتكمل بالفن تختار حدا قوي. بس هي اختارت الأمومة، واختارت الأمومة بعدت شوي واعتزلت. وأنا بفهم إنه حابة تعمل عائلة. تحية كتير كبيرة لها، وإن شاء الله بترجع. أطيب من قلبها ما في ألين، وأحلى من صوتها ما في. عز عليا تهجرني، عز شو عليا قديمة. تنساني، تغدر بيا وتأمرني إن أرجع لك من تاني. عز عليا تهجرني، عز عليا تنساني، تغدر بيا وتأمرني إن أرجع لك من تاني. هيدا قلوني. لا 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 هو ألف لا لا، خليك عايش بناري. لا 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 هو ألف لا لا، لازم آخد بطاري. لا 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 هو ألف لا لا، خليك عايش بناري. لا 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 هو ألف لا لا، لازم آخد بطار منك ولا أنت داري. تحية كبيرة أكيد لصديقة الغالية على قلبي وعلى قلب ست هلا المر، ألين خلف. ناطرة سباق رمضان بمسلسلات هلا؟ تحبي تحضريهم؟ ناطرة أحمد العوضي بده يعمل محمد علي كلاي واثنيناتهم بحبهم. يعني كنت كتير أنا فان لعلي كلاي،
وبحب كتير تمثيل أحمد العوضي، وناطرة مي عمر بالست موناليزا، وناطرة بالحرم، وناطرة مولانا لتيم حسن. يا شوفي مسلسلات. امبارح أنا وعم بقلب قلت انبسطت. خلص انتلى شهري وما بعد شهري. انتقدتي وسام حنا بالميراكس صح؟ لا ما انتقدت وسام حنا بالميراكس، انتقدت قصة بالعكس كتبت عنه حلو لأنه قدم بطريقة حلوة، بس انتقدت انه يقدموا هدية بالميراكس، يعني يكون في شقفة مسابقات. هيدي الميراكس غير نوع سهرة، يعني بتحسي انه نزلتها شوي من الكواليتي اللي هي فيها. غيرتها يعني. صرنا نحس انه بفترة من الوقت بالميراكس صرنا بأكرم مع مين من مين. اكرم من مين؟ مكمل وسام بفتكر اكرم من مين الموسم. مكمل وبضج الدنيا وهو مهضوم. تبعتي راس السنة وبذات الوقت حلقته؟ عنده ناحية إنسانية، مش بس بيحب يربح الناس بس للشهرة والفيديتاري، عنده ناحية إنسانية، يعني بيلوي قلبه ببعض الأشخاص. تبعتي راس السنة التلفزيونات هلا؟ مش كتير، كنت سهرانة عند 3 صقور بالفن، كل واحد صوته أحلى من التاني. ناجي القسطى وهشام الحج وعامر زيان، كل واحد لبناني صوته أحلى من التاني. تحية كبيرة لهم أكيد. وخلينا نحكي أنا وياك شوي عن ذا فويس اللي كان من شهرين على قناة الام بي سي، واللي فازت فيها جودة شاهين السورية الجنسية. صوتها حلو. عادل النتيجة ولا معروفة مسبقا بكل حرية وصدق؟ ايه عادل النتيجة. وأنا حسيت إنه حكم نصيف زيتون، ليك نصيف عنده كتير ضمير، واحمد سعد مهضوم ورحمة رياض مهضومين، بس ما بعرفهم عن قريب. قلت لك ما بعرف عن قريب، بس انا بعرف نصيف زيتون نصيف عنده كتير ضمير، ما بيقدر يعطي اوكي لحدا منه مقتنع فيه. يعني اليوم انت النتيجة مرضية. هلا انا بدي اقول لك شغلة، هو البوست برودكشن يلي بتحكم. يعني مثلا وقت طلع بالسوبر ستار طلعت ديانا كرزون ورويد عطية وملحم زين، طلعت ثالث ملحم زين. مزبوط. ملحم سبقون كلهم لأنه عارف كيف يكمل شغله. البوست برودكشن بعدين كيف رح يشتغلوا مع مين وكيف رح ينتجوا، هيدا اللي بتقرر. هن هلا يلي بيشتركوا بيلاقوا صوتهم حلو بيدعمون، طلعوا اول تانيين تالتين اللي بدكم اياه، بس الاستمرارية هو مش مهم النجاح بالحياة، مهم الاستمرارية. الأصعب الاستمرارية. إن شاء الله يعرفوا كيف يشتغلوا، كيف يختاروا أغانيهم، كيف يستمروا، هذا اللي بيهم. إن شاء الله. كيف لقيتي رجعت علاء زلزلة بهالألبوم اللي ضم 10 أغاني؟ علاء كتير مهضوم، بس لازم يشتغل أكتر على رجعته، يكون عنده مدير أعمال بحبه يدعمه ويدعم شوي أغانيه، يشتغل أكتر سوشيال ميديا مثل ما الفنانين بيشتغلوا. أنا ما عم بقول يعطي فضايحه على السوشيال ميديا، لأنه ديك علاء كتير بحب فنه وكتير بس علاء قد منه حساس، أموره العائلية بعدته شوي عن فنه. مزبوط. هلأ رجع. طيب ما هلأ بطل موسم سيدي وبطل موسم كاسات بتبيع وهيك، هلأ صرنا موسم سوشيال ميديا. يعني بدنا نسمع الأغاني على السوشيال ميديا، بدنا نسمعك عم بتعلق على فلان على علتين، نعرف انت وين عم بتروح وين عم تجي. انا ما كنت عم بعرف وين عم بيعمل حفلاته، انا كنت كتير قريبه منه لعلاء زلزلة. بده يشتغل اكتر من هالناحيه. هيدي الرساله من القلب من هذا المول لعلاء. اكيد انا كتير بحبه لعلاء، وبلاقيه مهضوم وصوته حلو واغانيه بيعرف ينقل اللي بيلبق لصوته. هلا كيف بتشوفي واقع الاعلام العربي اليوم؟ تعتير اذا بدك. في نسبه 20% منيح وفي نسبه 80% دخله. هل فقد الإعلام مصداقيته أم تغيرت أدواته؟ أكيد فقد مصداقيته، أكيد 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 أكيد. ليش بعدنا عم نشتغل فيه؟ لأنه عم بقول لك في 20% منيح، حول 20% بيصلحوا إن شاء الله. شو رأيك 1% بيصلح؟ شو رأيك بالإعلام اللي عبر السوشيال ميديا؟ أنا مش كتير حبيت السوشيال ميديا، بحسها إنه بتخرق البرايفسي تبعنا. نعم. ومش بس هيك، صار مين ما كان متاح له يحكي شو ما كان. شو ما بعد. يعني ما بقى في حتى اوتو سانسور. نحن من اول ما بلشنا بالاذاعه في عنا رقابه ذاتيه، عنا اوتو سانسور نعملها على حالنا. هلا السوشيال ميديا ما بقى في اوتو سانسور. انت عم تقلي اني انا كنت قاسيه بحكمه، طيب بتتخيل فنانه بتقول للناس بدي ادعسكم بالسرمايه، انه هي فنانه بتحترم حالها. يعني عن جد ما بقى في اوتو سانسور، صار كل واحد بيقول حيلا شيء. صح. وبيحكوا من الزنار وبالنازل. نعم. يعني أنا بستغرب ولا مرة بحياتي سمعت كلمة بلا مربى من صباح، ولا مرة سمعت كلمة بلا مربى من ماجد الرومي، من جوليا، من فيروز. هلا بركي سقطت سهوا.
نعم بركي سقطت ما سهوا. بيسقط شي سهوا، كله مدروس. مو- حتى هن بيحمسوا فنزاتهم يحكوا مثلهم. فكرك الفنزات هن بيحكوا منهم؟ لا، هن بيحكوا مثل ما بده فنانهم. هن بيسموهم جيش الكتروني للفنان. اذا الفنان ما بده يرد بيقولوا له انتم ردوا، بس ردوا هيك. ممكن ينافس المؤثرون على الإعلام والمحترفين؟ هلا عم بينافس. بلش؟ مش على الاعلام، بينافس على الممثلين. الاعلام الصادق بعد له وقعه. المؤثر الاعلامي يلي ما عنده النكهه الاعلاميه ما عم بضاين. بس انه مثلا بالموضه ايه في ناس عم بينافسوا بالاكل، فود بيفرج، وبينافسوا يعني عم بيقدروا يحكوا الشيء اللي الاعلامي اوقات ما بيحكي. صحيح. يعني مثلا نحن ما قلنا عين نروح على ريستوران قال لك الاكل مش طيب. مزبوط. هن بيقولوا صح. صح. ما عندهم شيء يخسروا، مزبوط. بس نحن عنا 40 سنة علاقات نخسرها. هلا بتدعمي فنانين هيك بعدهم مبلشين او ايه عندهم اكيد اسم؟ اكيد. بتحبي ما انا اول ما بلشوا ربيع الخولي وراغب علامة كنت اول مين دعموا مع كل الباقيين يعني. خلينا نسمع لك هالأغنية. يلا. مغرور وعارف اني بريدك، خلي السهر والنسوان تفيدك، بيجي يوم ورح تعرف ساريا ضيعت صوتها كتير حلو. انا عملت لها مقابله بالوقت اللي انت بتعرف انه كنت عم بعمل بس لفيديوهات. بس ساريا لازم لها كمان اداره اعمال قويه. لازم عندها اداره اعمال توثق فيها. هي صوتها ساريا حلو. توثق بمدير اعمالها يعني. حبيتي صوتها بهالأغنية؟ ايه حبيت صوتها. ساريا شو ما غني كتير حلو. طيب اليوم حرام عم بتضيع وقتها. لازم تلاقي مدير اعمال وتمشي مثل ما هو بده، مش مثل ما هي بدها يمشي الحال. ساريا برقاشي او ساريا السواس مين اجمل؟ ساريا برقاشي. شيف انطوان او الشيف ريشار؟ اثنيناتهم مهضومين، كل واحد عنده ستيله وكاركتيره. كرشه للشيف ريشار مهضوم، ساريا زكريا او ريم والشوكولاته تبع الشيف انطوان لذيذ كمان. سارة زكريا او ريم السواس؟ سوري ما تبخذني، ما بعرف مين ريم السويس. بس أوكي. ساريا زكريا بعرفها وبحبها. اوكك، فتحية لسارة زكريا. اوكي، خلينا نروح انا وياك لما تبقى من فقرات ببرنامجنا اليوم فايق ورايق. كيف بيأثر السبق الصحفي على اخلاقيات المهنة؟ ليك وقت بيكون سبق صحفي نظيف يعني ما بيأثر سلبا، بالعكس بيأثر إيجابا. بس صار حتى الفكرة النظيفة بيعترضوا عليها الفنانين، لأنه هن بدهم يعطوها للإعلام اللي هن بدهم إياه. صحيح. هن بيحبوه، مش للي عمل سبق وجابه وهيك. وبيمتعضوا يعني إذا نزلت شيء حلو ما منه مأذي أو شيء دغري بيمتعضوا. فبلاقي أنا إنه السبق الصحفي الحلو بعد له وقعه وله ناسه. ان شاء الله. وجهي لي رسالة لوزير الاعلام دكتور بور مرقص. هلا يا بيي شو عندي اشياء وجه له. قولي له. اول شيء حبعت له اياه هون اليوم. خلي يعرب الويب سايتات الالكترونيه مثل ما بالزمانات عربنا الاذاعات. بس رجعوا فلتوا الاذاعات، رجعوا كل يلي كانوا مسكرين فتحوا، مش بس يلي عندهم رقي. نعم. ويقوي شوي قانون الاعلام. يعني بقانون الاعلام بده يفرض انه يشتروا مسلسلات لبناني، يفرض انه دعم الفنان اللبناني بدون اي عنصريه مع دعم الفنانين الباقيين، يكون في نسبه للبنانيه اكثر. للشغل اللبناني، الاعلام اللبناني المحترم يعطيه قيمته، مثل ما زياد مكاري عطى قيمه لكل الاعلاميين. بتعرف زياد مكاري في كان حفل تكريم قعد كل الوقت على المسرح، كل ما واحد بده يتكرم يقوم ويكرمه ويرجع يقعد. فظيع هالزلمه. والدعم ما يكون بس لتلفزيون لبنان. نحن اعلامنا منه بس تلفزيون لبنان، اكيد تلفزيون لبنان اكيد. ويجرب يحصر السرقات بالدوائر الرسميه، يعني بتلفزيون لبنان، بالوكاله، باذاعه لبنان، يعطي حقهم. ما بعرف اذا رح يقدر يعمل هالشي، لانه مثلا بهودي الوسائل في كتير وسايط للوزراء والنواب. فيعني بفوتوا حدا بيقربون اذا كان هو مذيع شاطر يما لا، بس لانه بيقربون. ما بعرف اذا رح يقدر يعمل. حرام يعني، جاي بعد 40 سنة فساد وحرب وكل هودي. ان شاء الله يقدر يعمل قسم صغير منهم بكون ابو زيد خيله. هلا بعرف انه الصبح انت بتوعي على الصلاة، بتسمعي صلاة وبتصلي، بتطلع بسيارتك لتروح تكملي نهارك بشغلك.
طب اليوم بيكون في صبحيات في مورنينج شو على الهوا، انت اليوم دائما يمكن بتهرب من السؤال. ما أو- بهرب من السؤال، انا عندي USB فيها كل مسرحيات فيروز أي. وصباح بحطها. بس اليوم ما فيك ما تقولي في مورنينج شو على الهوا موجودين، في ميراي عيد، في ميراي مزرعاني، في سنة نصر، في نور خليفة، في ريمان جيم قبل ما فدلوها من صوت الغد. طب مين بشدك من هالاسامي؟ يعني انا بحب ميراي عيد اوكي دلتا. لانه بعدها كلاس، مش دلتا، مش لانها دلتا، هي بالدلتا اوكي هي على عيني بالدلتا، وراسي، بس مش لانه دلتا، لان بعدها كلاس ومرتبه وما بتتصحصح من الضحك على اشياء ما لها طعمه، وما بتنمحن على اشياء ما لها طعمه. بعدها مين بيمحن؟ المذيعه الكلاسيكيه اللي بحبها واللي اجور، أي. يعني مواكبه بس الخبر. قلت في مش مثل اللي بيمحنوا، مين اللي بيمحنوا على الهوا؟ 3/4 نشوف الشباب ينمحنوا اكثر من بنات أوكي. صاروا من عديك يعني. الحمد لله. ومن عدا رالف وكم حدا يعني تمام نظلم الكل. طب هلا يعني الهوا صار مفتوح ايه للدلع والمحن. ايه مم. نحن كانوا يعلمونا بإذاعة جبل لبنان انه حتى ممنوع نبتسم او نضحك على الهوا، على بس أمل- بعدين رجعوا جابوا مذيعين بيضحكوا على الهوا. على امل توقف هالمهزله. وتحيه كبيره اكيد للصديقه الزميله ميراي عيد وراديو دلتا. بين فيني رومي ونيكولا داغر الي مرهج طوني نصار، مين الاجمل على الهوا؟ ليك صوت طوني نصار كتير حلو، مم. بس هو بيحكي سياسة ما هيك. أي. بس دعايات ال BBC كلها بصوته. حلو كتير صوته لطوني نصار. فيني مين قلت لي؟ فيني رومي. فيني مهضوم بعد الظهر بيسلي وبحلي هو وإليه. ونيكولا نيكولا. داغر صوته حلو. مم. بس دخلك ليه هلا صاروا يقولوا بدعايات مثلا إذاعة صوت الغد هيدي ليه بالآخر ليه صار الدرجة؟ نحن كانوا يمنعونا نقولها بالإعلانات. لا تجذب اكثر. معك جي أسود ليه؟ ساعة بطلت شميل. كلهم هيك صاروا بزيادة. طب بس ليه يعني ما عم بفهم يعني هيدي شيء سكسية يما بتزيد رونق يعني بصير اسمك أجمل إذا قلت محن اكثر جي أسود أحلى طبعا. أحلى. الرجولية حلوة. أحلى والدنيا حلوة برجالها. ما عم بفهم. حلو يعني. وقت كان علمنا عمر الزين الله يرحمه، وقت كان يمرني رياض شرارة، كنت حس انه انا وقت بحكي منيح بكون عم بحترم المستمع. يعني وقت بدي احط والمه يعني عم موهلن عن الحكي الحقيقي والمه. عرفت كيف؟ يعني عم بلهيهم عن الشيء اللي بدي اقوله. بس انا بدي ضلني مسؤولة مثل ما علموني طبعاً. عمر الزين طبعاً. ورياض شرارة. وهيدي مسيرتنا النظيفة. اشتقتي لصوت الموسيقى ولا لروني نجام؟ الله يرحمهم اثنيناتهم، ان شاء الله يكونوا بديار الحق. بس كانت علاقتي اقرب مع توني شرفين. وكنت عم فكر انا من يومين على عيد الميلاد كنت كل سنة اخذ له 3 بواسط ولاد فقراء ومعطرين، كان يأمن لهم لعب وبروجرام موسيقي واكل عنده على ايام الرشة وعلى ايام المطاعم اللي رزق كان الله. ياخدها. تحية لروحها لطوني ان شرفين. شاء الله توني تكون اكيد نفسه بالسما، هو بروني نجام يعني اكيد روني بتكون عامل خير الله بيعرف كارثة. وحده. بس توني كان الصديق القريب مني. شو بعدك ناطرة من هالمهنة؟ هو ناطرة كتير اشياء. شو بدي بعد؟ اعمل تلفزيون وانا استلمه. اف. ايه واقعد مد اجري وجيب مدراء قادرين. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بس يا رب. على القليل التلفزيون اذا في سياسي يحكي الحقيقه. او لك فينا نعملها يما دايما كل تلفزيون في حدا اعلى منه لا. سياسي او إذا دوله كان اعلى في منه. ممول عنده هيك الحب لإلك هلا، وعنده يعني بحس انه هلا بمكانها المضبوط، بفتكر لازم يكون طيب له شو اللي الفخر. شي سياسي بحب لبنان اكثر من جيبته من مصالحه الخاصه كيف؟ سياسيين. ايه واحد بدي سمي يعني. اذا بدك. طب قول هيك اللي يسمو صعب بيعجبني. اللي في مثلا 1% او 1/1,000,000 او شيء هيك بس يضل عندي امل. النائب اللي يسمو صعب انا بحسه قريب. واشتغل كتير لمنطقته. وجبران باسيل اشتغل لمنطقته. كل واحد بيشتغل لمنطقته. وست ريدا كمان لبشرف. يعني الله يطول بعمره امين جميل وقت طلع رئيس جمهوريه كان يزفت الطريق لحد بكفيه. طيب لو طول اكتر شوي وصل لبطغرين نحن بطغرين فوق بكفيه بشوي كده انبسطنا تتزفت الطريق. طبعا. وليد جنبلاط ما عمل لمنطقته. اوه منطقته شو حلوه وليد جنبلاط. فيكي وشو ما تروح- بيحافظ على البيئه. فيكي ما تروح على بعقلين. أنا عندي بيت كفر حتى بالشوف ومبسوطة لأنه المناخ حلو والنظافة سيدة والحفاظ على البيئة وعلى الشجر وعلى الطبيعة كتير حلو.
هلا شو بعدك ناطرة من مروان سمعان؟ يلي عم بيعملوا كتير وبزيادة، ناطرة انه يحقق كل طموحاته هو ان شاء الله. بالمهنة. هو اشطر فيديوغرافر واشطر فوتوغرافر، انسان عنده طموح. ان شاء الله بس يقدر ياخد حقه بهالمجال يلي عم بيعمله. ما بعرف شو اللي بيتغير مع الايام، يعني قبل كنا نقول مخرج تلفزيون، بعدين صرنا نقول بده يكون يعني موجود على السوشيال ميديا، بعدين هلا صار في رونانو، صار في اوزمو، صار في هيك. مروان بيلحق كلها بعرف. وبيشتغل من كل قلبه. يعني طموح. اذا واحد قال له بدك شفاف. تعمل هالشي نص على نص هالشغل ما بيقبل، وبيعطي بيعلم كل الباقيين على شغلته. فظيع شو هالزلمه يلي ما عنده غيره وما عنده حقد، ما حبه عنده من قلبي غير انه بحب لبنان كتير كتير. وبيحب هذا المر مروان رجل من ذهب. طبعا. انا بحسه مثل ما بقول كمان عن أرز ابن خالتي تاج الرجال. انسان نظيف بجنن، كتير محب. واحلى كلمه قالها فريد صباغ، قال لي انت ومروان كتير منيح تجاه بعضكم، اثنيناتكم بتدعموا بعضكم. خليني وجه تحية لمروان حبيبي قلبي، وبدي وجه تحية كمان لصديق فريد. مبروك انا تحية وجيفارا كبيرة له. المسرحيه اللي عم تنعرض طبعا هلا. انا سبقت وحكيت فيه وحكيت معه انا. ميرسي لك فريد وماهر بيستاهلوا. للمسرح اللبناني. طبعا. ميرسي. والموسيقى اللي بتاخد العقل. شو بعدك ناطرة من يسوع؟ كتير اشياء كتير اشياء. يعني بسأله اوقات بقول له طب ليش بدنا نعيش بهالحياة باللا عدل؟ ليه بدنا ننطر العدل بالحياة التانية؟ يعني عندي كتير اسئلة بدي اسأله. ليه الوجع هو بيجي على الناس الفقراء والمعطرين والمنيح بيطهرهم، والناس الشريرين اللي بقتلوا فاسدين بتضل صحتهم منيحة لانه هن عايشين بكونديسيون دو في منيحة. يعني عندي كتير اسئلة اسأله اياها. بدي اسأله انه ليش بعد في ولاد صغار عم بتموت على الطريق وعم تشحد على الطريق، ما بتكون عم تتعلم بالمدارس؟ ليه وطني اللي كتير بحبه اللي انت عشت فيه 3 سنتين من حياتك العلنية، عشت بمشغرة وبصيدا وعملت اول عجيبة بقانا، هيدي ترند واحد. هذا تاج الرجال مروان سمعان. ليش مش عم تهتم فيه كتير؟ يعني كأنك عم تبعد عنه. شو فيه جد؟ عندي هيك ثورة تجاهه، بحبه كتير ليسوع انا وياه. طبعا. هيك يعني مترابطين. بس عم بسأله طب ليه بدي أعيش أنا وجع دايما بالشرق الأوسط؟ ليه بدي أعيش بالقهر وبالحرب؟ ليه ما بدي أرجع أعيش ببلد أعيش بسلام بأمان، بلد الأبجدية، بلد الحضارات، بلد يا يسوع أنت كنت تقول إنه لو إيمانكم أنتم بإسرائيل قد ربع إيمان أهالي صيدا مدري وين كانت عمرت البلاد. شو حلو. يعني كنت دايما تشيد فينا، وبتعرف نحن قديش نحن شعب محب. ما اجا ليون البابا ليون رابع عشر، كل الناس نزلت على الطرقات واستقبلته. بتركيا ما حدا استقبله الا الخوارن والمطارين. يعني شفت قديه نحن ناس محبين، لك الشيعة نزلوا اكثر من المسيحية. طب انه شايف قديش نحن بلد منحب بعضنا كشعب. طب ليه تركنا؟ ما بعرف اذا تركنا. ان شاء الله بكون عم يسمعنا. طب ما اعمل هرطة اليهودية، ما بعرف اذا تركنا، بس انه خلص اعمل لك شيء عجيبه بأمس الحاجة. جيب لك شي حدا بحب لبنان يقومر فينا. شو بعدك ناطرة من الحياة هلا؟ وناطرة كتير اشياء من الحياة. ناطرة اني انا اقدر اكون قدها للحياة، مش هي تغلبني، اغلبها انا. عم تتابع رياضة؟ بحب فريق الحكمة والرياضي. ما بعرف هلا وين صاروا، اللي زمان ما تابعت. يعني بس كنت بالباسكت تابع البرازيل بالمونديال. بالبرازيل انت بلبنان مع مين بالمونديال؟ جيرماني. ايه يعني هلا انا وياك ضد بعضنا. بس حكمة بنتفق انا وياك بالحكمة. اوكي. طيب وجهي لي رسالة رئيس جمهورية من القلب. غير انك تحب لبنان وتعمل مصلحة لبنان قبل مصالحك الخاصة، بدي اطلب منك يا ريت بتقدر توصل بالنهار يكون لبنان سيد حر مستقل مع جيشه اللبناني. تقوي الجيش اللبناني، تقويه بعناصره وبذخيرته أكتر من كل باقي الجيوش يلي حولنا وحوالينا وفوقنا من الفضاء. يا ريت بتقدر توصل لهالنقطة، بخلوك باقي الدول توصل لهالنقطة انك تقوي الجيش اللبناني. وعندي صرخة اصرخ لك اياها، بدي اقول لك وقت انتم بدكم تقبلوا انكم تمنعوا معاشات التقاعد للجيش اللبناني، فكروا بالاول توقفوا معاشات النواب يلي بطلت نواب وما اشتغلت شيء للبلد غير انها سرقت البلد وكانت كتير فاسدة. وقفوا كل ما هالمعاشات القديمة بتخففوا ضغط عن الدولة. والجيش اللي عطى حياته في اغلى من حياته طبعا. يعني فدي بحياته اوكي اذا ضل عايش
أجيده فدي بحياته للبنان. هيدا يكون أولوية عندك. أنت كنت قائد جيش وكنت بالزمانات عنصر بالجيش وبعدين صرت ضابط بالجيش وقائد جيش ورئيس جمهورية. الجيش لازم يكون عندك مقدس قبل كل باقي السياسيين. الجيش منه سياسي طبعا. وتحية أكيد لقائد الجيش رودولف هيكل. حبيب قلبي، يا ريت بيسمعني رئيس الجمهورية، يا إن ريت شاء الله. بتمنى أمنيتي هيدي حتنزل إنه على السوشيال يسمعني. ميديا وإن شاء الله يوصلوا له إياها. كلمة للرئيس بري. شو بدي أقول له للرئيس بري؟ هو إنسان كتير ذكي. مم. شو ما قال له ما بقدر أتخطى ذكي. جبران باسيل. يا ريت بتعمل بلبنان مش بس بمنطقتك بالبترون. بترون صار أهم معلم سياحي بلبنان. يا ريت بتشتغل لغير مناطق. أنت وزير لكل لبنان مش بس صح. للبترون. نواف سلام. نواف سلام كمان بتمنى أنه يهتم باللبنانية أكتر. دكتور جعجع. دكتور جعجع أنا بحترمه كتير وبحترم حزب القوات اللبنانية وبتمنى كمان أنه بحزبه يهتم بكل اللبنانية. حضرتي حق. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي لا تتخلى عنا. عفيك ما فيش إلا الله ما رح يتخلى عنك. كل الباقيين رح يتخلى للأسف. عجبني مهندس الصوت. طبعا. يا نبع المحبة هلا حضرتي حلقة المسار مع زياد نجام؟ نو ما حضرتيها مع على السوشيال ميديا. بحب رودولف. شفت شقفة على السوشيال ميديا عم بحكي فيها عن قديش وسخين السياسيين نزلوا على حمام تركي ونظفوا حالهم وهيك. صريح زياد، صريح وعنده أفكاره الخاصة. أنا ما بتفق معه بأفكاره بس المسيحية. التلفزيونات ما بيقبلها الصراحة على الهوا، مشان هيك مغيب. ليه صح؟ في فيتو عليه بغير تلفزيون؟ كل التلفزيونات ما بيطلعوه غير ضيف. بشكر رودولف انه طلعوا الLBC. هلا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. يعني بفتكر انه كانت منوعة كتير وما حكينا عن اللي كنت سبق وحكيتيه قبل بالانترفيوز السابقة. احلى خدنا اشياء كتير حلوة منك. ميرسي. خدنا انا بشكرك. ان شاء الله ياخذوا الناس الاشياء الحلوه. رح لا أقول ما لك في شغلة. انسان كامل أنا عنده الحلو والبشع. كل ضيف أنا بتعلم منه أشياء جديدة، بتعلم منه يمكن من إيمانه، بتعلم منه من حديثه عن بالسياسة بالفن بالإعلام. لازم دايما نتابع ونزقف لبعض. اليوم في حدا بعده بزقف لهلا الأمور؟ في بعض الاشخاص انت بتزقف لي، طبعاً. رالف بزقف لي، في كتير ناس بحبوني بزقفوا لي. هيدا المودة والحب والمصداقية عم نفقدها اليوم بوسطنا كله. للاسف بس انا بحب زقف للناس. يعني انا وقت توني هيكل نجح انه يعمل كمباك لايوان تلفنته وهنيته، وقت رودولف عمل برنامج حلو تلفنته وهنيته. انتبه، في منهم يمكن ما بتلفن له ما بلحق احضرهم. انتبه، يعني شو بدي الحق؟ انت عم تقول لي لازم تتابع كل شيء. وين بنلحق مع السوشيال ميديا نتابع كل شيء؟ ويلك وميت ويلك. تلحق على كل شيء. خطر على بالي سؤال، في جواسيس اليوم بالإعلام اللبناني؟ انا كان في عندي موظف عندي كان يجي يسجل لي شو بحكي مع الفنانين ويعطيهم لوحدة من الإعلاميات. وكتير جرحني هالشي، مش بس منه هو، من الإعلامية اللي بعتته جاسوس. بتسميه ولا لا؟ لا ما بدي ما سميه. بتعطي قيمة؟ لا شو اصلا كنت عم بحكي عنه قدام شخص قالوا لي ما منصدق انه هو هيك عمل، بس هو هيك عمل. في دايما اشخاص بتحسيهم بيبيع لابسين ضميره. الكرافات ولا بدله، وانا اذا بتشوفي اذا بتشيلي بدلات الكرافات، إيف سان لوران، بدلات اذا بتشرحيه هون بيطلع قديش هو انسان. حياتي بدوب بالثلج وببين المرج. عقدة. هلا الامور نورتينا، ما بدها هالقد. برنامجك اللي مكمل بدك تطلع ضيف معي ان شاء الله عن قريب يلا اول ما بنرجع نبلش نصور باذن الله. انت قيمه مضافه لاي وسيله اعلاميه بتكوني فيها. ليك هلا هي مش بمحلها، بس انا بدي اشكر الحكمه اللي اعتنوا فيي طبعا. يعني دكتور جورج كرم، دكتور ادغار طرابلسي العميد. بدي اشكر هلا دكتور روبير فخوري يلي متابعني بالقلب، ودكتور جورج تيدي يلي هو جراح القلب. للحقيقه صدق او ما تصدق شيلوني من الموت. أنا كنت واصلة إني موت بيومين، بعد الشر شيلوني اثنيناتهم من الموت. ميرسي دكتور روبير، ميرسي دكتور تيدي. وبدي أقول من خلالهم قديش عنا أطباء عظمة ما تفختوا فيهم، لأنه بعد السياحة الطبية بلبنان أولي
ورح تضل قولي. فبليز دعموهم، ودعموا كمان المستشفى العسكري إذا بدك نوجهها برسالتنا لرئيس طبعاً. الجمهورية إذا رح يسمعنا. نبعث. بليز دعموا المستشفى العسكري، لأنه كمان في فقر بالمستشفى العسكري في ناحية ما خليني يعني. نضم صوتي لصوتك واتشكر كل طاقم الطبي من ممرض لاكبر دكتور لأنه بلبنان. الممرضين عم بيتعبوا كتير لأنفال نصهم، يعني عم صح، بيشتغلوا عم شفتات يغادروا طويلة. ليسافروا. صحيح. فتحية كتير كبير لكل المستشفيات اللي هي مآمنة بعدها. وميرسي لمستشفى جبل لبنان ولبيت غريوس يلي كتير عملوني منيح وقت عملت عملية القلب حبيبة المفتوح. قلبي بيت غريوس، تحية كبيرة لهم. أنا حبيب قلبي موني رئيس بلدية الشيخ. كمان خليني مازال هيك الطاقم الطبي كله لكم ألف محبة مني ومن ست هلا المر لكم. وهي دعوة للإعلامية، يعني أنا وقت بشوف حدا عم بفخد بطبيب كتير بزعل. أكيد في يمكن طبيب منه منيح مقابل مئات الأطباء المنيح بلبنان. ركزوا على الأطباء المنيح وخلوا السياحة الطبية منيحة، مش بس كسياحة كتمريض. جي كل واحد عم يعمل اختراع كتير مهم بالطب، بتفتش بيطلع لبناني بالآخر. صح. كمان حتى بدي وجه تحية للصليب الأحمر اللي دايما بنشوفه على الطرقات، وجورج كتاني الدفاع المدير. المدني للكل. يعني أنا يعني حديثي موجه لكل شخص هالقد بحب بلده، هالقد بحب لبنانيته، هالقد بحب علمه، هالقد بحب أرسته. فنحن معكم حنضلنا نحكي لو شو ما كان، لو حاولوا يسكتونا بس نحن حنكون دايما. نحن والرأي الصح 20% 20% أكيد. ست هلا المور نورتيني، شكرا ميرسي لك. كتير لك. صبحية الشو نهار دايما نهار السبت. تستقبلني، وميرسي هيدا لك بيتك. تعمل لي من قيمتي. هيدا بيتك. بحبك كتير. وأنا أنا كمان. بسميك عادة لهم للمستمعين جيجو. حبيبة قلبي. جيجو بتمنى تصير أنا هي فخور قريباً. إن شاء الله يا رب. أنا فخور إنه أنا من مدرسة اسمها هلا المر اللي دايما بتابعها أنا، ودايما على الإعلامي أو المذيع يعطي الكريدت للأشخاص اللي هو بيتابعها وبينجح من وراها وبيسمع منها. ما حدا اخد معه شيء، ما حدا اخد معه لا بيته لا سيارته لا كنزه، اخد معه صيته. هي دايما بقولها، محبة والمحبة والصدق. وإن شاء الله يا رب يسوع يكون حدنا، والرب يكون حمينا ويحمي حبيب قلبي مروان وعائلته، ويحميك هذا المر، يحمي مو ويحمي كل لبنان وأرزة لبنان. شكرا. حط لك صلاة يا خيي، لأنه ما فيش إلا الله رح يعمل عجيبة بالوطن. شو اسمه مهندس الصوت؟ مو ميرسي كتير. شكرا مو عبر إخراج الإذاعة. مو ميرسي مو. شكرا لك رفقتنا اليوم بهالنهار وغير شكل. أنا بلتقيكم جمعة الجاي نهار السبت بفيق ورايق. إلى اللقاء. كان معكم جي أسود.